النادي الرياضي للهواة أولمبي الماجن ببلدية عمر بالبويرة والمؤسس سنة 2017 هو نادي هاوي يتكون من فرع ومدرسة لتكوين المواهب الشبانية، كما يعتبر من بين أحسن النوادي الهاوية بالمنطقة والولاية عامة رغم قلة الإمكانيات، إن لم نقل أنها منعدمة تماما. ولعل أبرزها افتقاره لأرضية ميدان معشوشة بالرغم من امتلاك قرية الماجن لملعب يستولي على مساحة كبيرة كانت كافية لتكون سببا في جعله من بين أحد أفضل وأحسن الملاعب بالولاية. كما أن النادي الهاوي يتكون من 75 منخرط، ويعتبر هذا النادي من بين الأندية الهاوية القليلة المشاركة في البطولات الولائية والمحلية، ومنها كأس الولاية والبطولة الولائية للفئات الشبانية. سبق له أن شارك بثلاثة أصناف أقل من 10 و14 و15 سنة. كل هذا كان بفضل ومجهودات الشاب صاحب 32 سنة، والذي يملك الخبرة الكافية في ميادين كرة القدم، الرئيس عادل بلحسن، والذي قدم كل شيء من أجل المساهمة في رفع طموحات هذا النادي الهاوي الأول من نوعه بالمنطقة، مستغلا خبرته في الاحتكاك مع المدربين ورؤساء نوادي للعبة الأكثر شعبية بالعالم. رغم أنه لم يتلقى الدعم الكافي من طرف السلطات المحلية ولا الولائية، النادي الهاوي هو بحاجة اليوم للالتفاف حوله من أجل توفير ما يمكن توفيره قبل دخول غمار المشاركة في البطولة الولائية لهذا الموسم وكأس الولاية بصنفي أقل من 11 و13 سنة. حلم أشباله الوحيد اليوم هو التفاتة من طرف مديرية الشباب والرياضة ومعها السلطة المحلية لبلدية عمر من أجل منحهم إعانات تنهي وتحل مشاكلهم، وأبرزها هذه العراقيل هو الملعب الترابي الذي يحلمون برؤيته يوما ما ببساط أخضر ينهي معاناتهم من كل النواحي، حتى إبعاد الشباب من الغرق في شرك الآفات الاجتماعية التي قد تفتك بهم. وعلى الجميع وضع اليد في اليد لجعل هذا النادي من بين الممولين الأوائل لفرق المستويات العالية بلاعبين قد نراهم يوما ما أبطالا مع فرقهم في منصات التتويج.